البل في الدعين والبقي في كردفان والزنقة في مزروع. استسلام الجنجويد بالجملة، اعتراف بالأخطاء بالجملة، خلافات داخل السودان وخارج السودان بالجملة، بإضافة لبل الجنجويد في جنوب كردفان وأيضا في حدود جنوب السودان وإثيوبيا. صلاتكم على النبي، شير كل عيدكم، ما توصل مطابق اكسبلور. وخلينا نبدأ. القوات المسلحة السودانية آمل ضربة كبير جدا في الخطوط الخلفية للعدو، وقاعد ينفس لهم بالإبرة في أي خطة لإعادة تموضع. والضربات الكبيرة اللي عملها القوات المسلحة السودانية في دفاعات الأولية لميليشيات الدعم السريع هي عمل شلل دفاعي لقواتهم. وضربة الدين كانت كبيرة لدرجة اللهيب لحتى الآن شغال، شكله كده مخزن كبير وأسلحة وصغير، ووجعتهم لدرجة إنه القادة الصف الأولى بقيادة الكوني شتلوا وخرجوا إنه الجيش ضربنا وضرب مواطنين وكلام الكثير اللي بيقولوا ده. القوات المسلحة السودانية عنده مفاجأة تاني في مزروق وفي كردفان هيفرحنا قبل شراب الموعدة. الله أكبر الله أكبر. وين القنوات العربية اللي بينقل كل شيء في السودان صباح ومساء؟ ما خليتوا حاجة وإلا نقلتوها في قنواتكم، ما خليتوا أدو السودان وإلا جبتوها في قنواتكم. وين القنوات العربية اللي كانت تمارس برية الصحابة وإعلامها وبيمارسوا المهنية الإعلامية في السودان؟ الليلة ليه ما قاعدين تنقلوا القاعد يحصل في الخليج ده؟ ليه ما مشيتوا وقفتوا قدام برج الخليفة محل اللي انضرب وقلتوا ده المحل اللي انضرب وأرهبتوا الناس؟ ليه ما مشيتوا في أرامكو اللي في السعودية وقفتوا؟ وليه ما مشيتوا في السفارة الأمريكية اللي انضرب في السعودية؟ شكلكم كده انتوا كدول عربية ودول الخليج وقنواتكم عندكم العنصرية النتنة من ناحية السودان، دايرين تدخل الإرهاب في السودان ودايرين ترهبوا السودان. وأنا هنا بيتكلم عن الحكومات، وكلكم شفتوا إيران دي ما ضربت دولة، ما في كل الدول دي ضربوا. ليه ما في واحد فيكم مشى وقف قدام المبنى قال ده المبنى اللي انضرب وناس الماتوا كده؟ كان بتنشروا كل شيء بدون خطوط الحمراء دي في السودان. الليلة انتوا وين؟ ما قاعدين تنقلوا الحاصل في بلدانكم بالمهنية. ليه؟ الجزيرة الأخبارية ليه انت ما قاعد تنقل الحاجة اللي قاعد يحصل في الدوحة؟ وما قلت قحاتي ما يجي يسيب لقواتنا المسلحة والسودانية، وإلا استضفتوا وأديتوا مكانتم وخليتوا يتكلم بحرية بدون خطوط حمراء، وقاعدين تنشروا كل شيء ممنوع يتنشر أو يتعلق بضربات بلادنا. لكن بضربات بلادكم ما نقلتوا ولا حاجة في دوها، ولا استضفتوا شخص، ولا جبتوا شخص يتكلم عن ما فعلها الحكومة بتاعت دوها نهائيا. إذ كان نهوز الإبرية في اللحظة دويلة الشر لما تحولت فيها لكرة النار ما نقلت ولا خبر، وما قاعد تجيب إلا أخبار السودان ليوم الليل، وبتهاجم في قوات المسلحة وغاد الطرف عن دمار اللي بيحصل في دولة الإمارات. إن شاء الله بس الدولة السودان تكون وعد وعرفت حاجة يا برهان، وعرفتوا انتوا كسودانيين ما في خطوط حمراء. ليه؟ عرفتوا ما يحدث لسيادتنا؟ كل الإعلاميين السودانيين اللي كانوا شغالين لنا لحرية الصحافة والمدنية بيتيق انتوا ليه الليلة ما قاعدين تجيبوا الحاجات اللي قاعد يحصل في الخليج؟ اقسم بالله الحقيقة دي بيسهر. انا ما بتكلم عن الشعوب في الخليج، بتكلم عن الحكومات. قنواتكم الأخبارية الستة ما خلوا شيء ما نقوله في السودان، وظهروا للسودان للعالم كله إنه البلد بتاعت مجاعة وبلد بتاعت هروبات وبلد بتاعت فساد وبلد بتاعت أي حاجة. وإلا بلدكم ما قاعدين ينقلوا كل الأحداث. وقعوا أكثر من 6200 صاروخ لمسيرة في بلدانكم. مين واحد من القنوات الأخبارية ده مشى وقف قدام مبنى مدمر واتكلم القصائر واتكلم عن حاجة اللي حصلت دي؟ ما في. فقط يا بتجيبوا تهيل يا ما في ذاته. تحياتي لكم. المجاعة الحاصل في السودان دي ما صدفة، بل هو تكتيك سياسي. بس عليك ليه الله افتح عقلك واسمعني. هل سألت نفسك يوم واحد ليه السودان دي بيغش فوق أسلحة بتريليونات الدولارات وما قاعد تغش فيها أكل ولا مساعدات؟ الدول اللي قاعدة ويدعى إنها قلقة على السودان في مجلس الأمن هي نفسها التي تغض الطرف عن شركائها الأجنبية، وهي اللي تنهب الموارد وتنشر الفوضى في بلادنا من أجل إنه مصانع سلاحهم يمشي. القطة بسيطة جدا عندهم، أضرب البنية التحتية حتى يركع الشعب، دمر الزراعة ليبقي القرار مرهونا بمن يملك القمح، فكك الجيش والنسيج الاجتماعي لتتحول البلاد إلى مرتزقة وإلى كينونات قبلية صغيرة يسهل التحكم بها. العالم لا يريد سوداننا قويا موحدا،
لأن السودان قوي، يعني صوتا يرفض الطبيعية. هم عايزيننا نكون سوقا للسلاح مقابل موادنا الخام ومناجمنا يفتح لهم، وأولادنا يبقوا لاجئين في أبوابهم عشان يشغلون أبيد في بلدانهم ويستفزون. السياسة الدولية لا تعرف الأخلاق، تعرف فقط من أين توكل الكتف. تحيا السودان وشعبها. الرد الإيراني على الإسرائيل كانت كبير، لأنه إسرائيل دق إيران دق بتاع الدر وحصاده وفجر له 30 منشأ. لما سمعت إيران بقى بيمتر زيت وبترول. الإيران بسكت؟ لا، رد برد كبير جدا ومكثف لأكبر منشأ بترول في الأراضي الصهيونية. والمصفى دي اسمه البازان في حيفا خرجتها من القمة نهائيا وخلتها عبارة عن كتلة حطام. لحد الآن الجانب الإسرائيلي فارض تأتيم إعلامي شامل على نشر الأخبار والصور الخاصة بالخسائر. انت عارف الكيان جدك ما خايف من انه الصور دي طلع قرار لدرجة انه اي شخص بيصور او بيتكلم عن الكلام ده سيسجن لمدة 5 سنين. انت مفتكر الايران ضرب المنشآت دي بس؟ يا زول اسكت خلينا نديك. ايران نفذت موجات 28 عملية وعد الصادق، ضربت الطلابيب وبير 7 لدرجة انه في صواريخ وقع امبارح اثناء تصوير قناة MBC، وعلى الهواء مباشر الناس شافوا وصلت بصواريخها لتدمير الملاجئ اللي يستعملها المستوطنون تحت. ودي بيقولوا انه اكثر من 2000 نفر بين قتيل وجريح. تحياتي. السماء بتاعته بقى بتمتر زيت ونفط الآن. ومع مفاجأة كبيرة جدا بيقلب الموازين، انه الامارات شاركت في ضرب المحطات التحليلية الإيرانية، وترامب بيقتل الإنزال بري في الطهران لسيطرة على مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني. إسرائيل شنت هجوم كاسح على أكثر من 30 منشأة نفطية في قلب إيران، لدرجة إنه سماء بتاعت الإيران بقى بينقد زيت بترولي، وده بهدف تجويع الشعب وضرب الاقتصاد للنظام عشان ينهار من داخل. للسبب ده للأسف الحرائق في طهران العاصمة الإيرانية واصل للسماء، وشظايا بتاعت الانفجار من بواقي البترول لما بقى بيمتر في الشعب، ولدرجة انه الانفجار المخازن ده بقى بيسرب مواسير المياه والصرف الصحي، وحتى المطر نفسها اصبحت تنزل بترول. بحسب تقرير بتاع CNN انه المويه اللي بينزل من السماء بشكل اسود وبيتلخبط مع المياه الحمضيه اللي اتفجرت من مياه الصرف الصحي هيعمل امراض كبيره في الطهران، وهم نايزين كده. تحياتي. انتم ما شايفين حاجه، لكن دبل في المحل الدرام ده ايوه في انزال من عساكر بتاع دولة الكيان نازلين في نبيل شيد في بغداد في لبنان. والبلد تشوفوا ده ايوه ده الاصلها من المعلمين ديلات، ايوه قاعدين يلقطوا في عساكر الكيان، ايوه اللي جو دايرين يفكوا الحصار لناسهم المحاصرين، وجزء منهم اللي اصروهم معاهم جنود من امريكان. طبعا كلكم شفتوا وسائل الاعلام العالميه عمل اعلام ضخم جدا على هجوم بتاعت الكيان على لبنان، وخاصه الضواحي الجنوبيه من بيروت. لكن الصور اللي ظاهر قدامكم ده ايوه ده ناس حزب الله ده قاعدين يجحموا لك في ناسك ده جخم تقيل، والمضادات الارضيه شغال في الانزال ومحاوله الانزال اللي بعملها الكيان دايرين يفشلوها عليه بالمره. عشان كده يا معلم طابع عشان يجيك مزيد من الاخبار لحظة بلحظة. تحياتي.